فكان اعتراضنا اعتراض على بروتوكول خاطئ تم اعتماده من قبل اللجنة وتم تجربته على المصريين، لم يعتمد في الخارج، ورغم التحذيرات الكبيرة جدا اللي جات لنا من أكتر من 4-5 مؤتمرات خاصة بالكبد، بريطانيا وكندا وأمريكا خلاص حذرونا من استخدام تحذيرات. احنا لو جبنا النشر بتاعت سوفالدي هتلاقي ان الجين الاول والجين الرابع خلاص ده يستخدم معاه الثلاثي. انت بتفتكس وتختار منك لنفسك علاج ثنائي؟ لا، مش هسيبك، هدفعك ثمن خطأك وتجربتك للعلاج على المصريين ومش هسيبك. مش معنى ان انت لغيته عشان كنت غلطان، الله اعلم انت يعني اقريته ليه، مش معنى انك لغيته ان انا هسكت عليك، هحاسبك. طيب، بعض الشركات بتضع الان السوفالدي مع الديكلانزا، وEUG حطت الاوليسيو مع السوفالدي. ده احنا خدنا قرار، انا عضو اللجنه الفنيه للمراقبه على الدواء، خلاص خدنا قرار بعدم تواجد عبوه تحتوي على صنفين، لان كل واحد ليه تسجيل منفصل، واي عبوه موجوده فيها ده بيجب تحريزها فورا. العبوه اللي بتحتوي على عبوتين دي بتحرز فورا لصالح وزاره الصحه. استخدام ريبافارين وانترفيرون وحقن المرضى وبيسبب لهم اعراض جانبيه خطيره جدا، انا اخاف اقولها عشان ما افزعش الناس، خلاص. فلا، احنا مش هنسيب اي واحد اخطأ في حق المصريين، اقسم بالله ما هسيبه، لان ده دورنا توفير علاج امن وفعال وقليل التكلفه. دي الهدف الاساسي اللي جت عنه النقابه. انا هنا مسؤول عن كل الدواء، لكن انا بعلنها، انا بتحارب، مش بتحارب من اشخاص، انا بتحارب من مافيا شركات عالميه لها اطماع داخل مصر، واحنا كنقابه صيدله مصر نتصدى لمكاسب هذه المافيا. عشان كده احنا بنتحارب، واحنا مستعدين لمحاربتهم.